ويا صباح الخير والسرور عليكم يا حبيبات القلب. ان شاء الله تكونوا في افضل حال. وحشتوني جدا. في فيديو النهاردة انا عايزة اقولك ان اكبر غلطة ممكن تعمليها في حق نفسك هي انك تحكي للناس انت ناوية تعملي ايه، لان للأسف مش كل اللي حواليكي عايزينك تنجحي، وفي ناس اول ما بتشوفك بتتغيري للأحسن بتبدأ تقلق وتتوتر. وعشان كده لو عايزة تبقي نسخة تانية خالص من نفسك وتوصلي لحياة أحسن بكتير من غير ضغط ولا إحباط، لازم تتعلمي أهم مهارة في الرحلة دي، وهي إنك تخفي نجاحك بذكاء وتشتغل على نفسك في صمت. عايزة أقولك إن مش كل نجاح لازم يتشاف، ومش كل خطوة لازم تتحكي. في ناس أول ما بتعرف إنك بتتطوري بتبدأ تحبطك أو تحطك تحت ضغط. وفي فيديو النهاردة هقولك بالظبط إزاي تشتغلي على نفسك في صمت، وإزاي تخفي نجاحك بذكاء لحد ما توصلي لمرحلة الأمان. جهزي فنجان قهوتك الرايق وتعالي ندردش سوا مع بعض. وأول حاجة، ليه لازم تخفي نجاحك؟ وهنا انت ممكن تسأليني سؤال مهم جدا: ليه يا موني لازم أخفي نجاحي؟ لأن ببساطة مش كل الناس نيتها صافية، وفي ناس بتحب تشوفك زي ما انتي ما بتتقدميش. وكمان لما بتحكي خططك الضغط النفسي عليكي بيزيد، لأن الناس بتراقبك. وعلم النفس بيقول حاجة خطيرة جدا: الصمت بيساوي تركيز وطاقة محفوظة مش مهدورة. كل ما بتتكلمي عن خططك قبل ما تعمليها بتفقدي جزء من حماسك، لأن مخك بيحس بالرضا والنجاح كأنك عملتيها فعلا، وهو في الحقيقة لسه ما عملش حاجة. لكن لما بتسكتي كل الطاقة دي بتحبسيها جواكي وبتتحول لقوة وإنجاز بيصب في هدفك. وتاني حاجة، إخفاء ذكائك بنجاح مش بالكذب. طيب ازاي نخفي نجاحاتنا بذكاء ومن غير ما نكذب؟ اول حاجة، عيشي عادي جدا قدام الناس، بلاش مظاهر الاستعراض المبالغ فيها، وبلاش تبالغي في اظهار التغيير. مش اول ما تقرري تتغيري تروحي تعلني دوت. ما تستعرضيش انجازاتك، خلي كلامك قليل وافعالك كتير. الناس بتتوتر من الشخص اللي بيتحول فجأة وهم واقفين مكانهم. ونيجي بقى لقائمة الممنوعات: 5 حاجات اوعي تقولي عنها لحد خالص. أهدافك الكبيرة اللي نفسك توصلي ليها، ودخلك وفلوسك، وخططك الجاية اللي ناوية تعمليها، علاقاتك الجديدة أو الحاجات الجديدة اللي دخلت حياتك. أي نجاح لسه في بدايته وبخطواته الأولى سيبيه يكبر بعيد عن عيون الناس لحد ما تقفي على أرض ثابتة. أما تالت حاجة فهي الردود الذكية على الناس الفضوليين والمحبطين. طبعا في دايرة حوالينا غصب عننا ممكن يشوفونا واحنا بنتعلم أو بنطور من نفسنا. لما حد يسألك بفضول أو يحاول يحبطك ويقولك انت بتعملي ايه اليومين دول، أو يعني انت هتستفيدي ايه من كل ده، اوعي تشرحي كتير، واوعي تدافعي عن حلمك أو تدخلي في جدال. ابتسمي وقولي ردود باردة وذكية، زي مثلا: ولا حاجة، الحمد لله بحاول أظبط يومي، الحمد لله بحاول أعمل اللي عليا عشان اليوم يعدي بسلام. أو قولي بكل ثقة: إن شاء الله اللي جاي خير، وربنا ما بيضيعش تعب حد. الردود دي كفيلة تسقط أي حد من غير ما تديهم تفاصيل زي أصل أنا بتعلم مهارة، أو باكل صحي، أو بكبر مشروعي. تعالى أقولك على خطوات عملية عشان تبدأي تشتغلي على نفسك من الصفر. أول حاجة، حددي انت عايزة ايه، مش الناس ومش أهلك ومش أصحابك. اكتبي 3 أهداف واضحة بس، سواء نجاح مادي أو ثقة بالنفس أو مشروعك الخاص. واختاري هدف واحد بس وركزي عليه، ولما تخلصيه ابدأي في اللي بعده. تاني حاجة، ابني مهاراتك. مفيش فلوس ولا نجاح من غير مهارة. تقدري تتعلمي أي حاجة على اليوتيوب بكل سهولة. ولو محتارة تتعلمي ايه، تعالى أغششك سر: اتعلمي المهارة
اللي بتحبيها، المهارة اللي لما بتشوفي فيديوهات ليها ما بتمليش وعندك فضول تعرفي بتتعمل ازاي. دي اللي هتنجحي فيها لأنك مستمتعة. وعشان تشوفي نتيجة حقيقية لازم تلتزمي بروتين يومي بسيط، ساعة واحدة كل يوم اتعلمي فيها المهارة اللي اخترتيها، ساعة واحدة شغل على نفسك أو على مشروعك. تقليل السوشيال ميديا، قنني وقت السوشيال ميديا الضايع، الوقت ده كفيل يحقق ليكي أكبر أهدافك. وطبعا قعدتك معايا ربع ساعة على الفيديو ده مش ضياع وقت، دي ربع ساعة بنشحن فيها طاقتنا عشان نكون أفضل. يا بنات، النجاح الحقيقي مش إنك تباني قدام الناس ناجحة، النجاح الحقيقي إنك تتغيري بجد من جواكي في صمت. سيبيهم فاكرينك عادية، وسيبيهم يشككوا في قدراتك ويضحكوا زي ما هم عايزين. وفي الوقت الصح نجاحك القوي هو اللي هيظهر فجأة ويتكلم عنك، وساعتها محدش هيقدر يحبطك. ولو حاسة ان الكلام ده لمس جواكي طاقة تبدأي فورا، انزلي دلوقتي في الكومنتات واكتبيلي هبدأ في صمت. وما تنسيش تشتركي في قناتنا بهدوء مع منى وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كلامنا دايما ما بيخلص، واستنوني في فيديو جديد قريب جدا. كانت معاكم منى، يا رب دايما في أفضل حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.